مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبو عبد الله، كيف حالك؟ الحمد لله. خليك معايا ثواني. هذه الوصفة تنفع اللي عنده نزيف وشرخ شرجي. لو انت عندك نزيف وشرخ شرجي طبعا العملية تبقى ملتهبة. بتجيب صبار وبتقطعه وبتغليه ربع ساعة وتقعد في ميته، وبعد كده لما المية تهدى تقعد في ميته وتخلص تقوم دهن فتحة الشرج بأي حاجة، اللي هو ايه، أي حاجة للبواسير. 5 أيام البواسير هتتعافى، هتنضف قولونك، مش هترجع لك تاني. اتفضل يا أخي. الله يزيد فضلك يا أبو عبد الله. أبو عبد الله، أنا معلش يا عم محمد محمد من سامحني. ليبيا. معلش يا عم محمد سامحني من بدري. حضرتك بعت لي وانا كان معايا وما كنتش عارف ان انا ارد، لان انا كنت معايا ناس وناس زي انت شفت كده بالظبط. ربي يعينك ويفتح عليك، ربي يعينك إن شاء الله. الله يبارك لك. يا أبو عبد الله، أنا سمعت الفيديوهات متاعك ودخلت عملتها. أما لكن القهوة ما كانش بن صافي، كانت البن متاع احنا نقولوا له الإكسبريس، يعني متاع الماكينة. محوج يعني. بن إكسبريس قوي يعني. محوج يعني عليه فعملت اضافات. عليه إضافات. لا اعمل بقى بن من غير فلما اضافات. انا نحكي لك وش اللي صار معاي، ومن بعدين انت اشرح لي. فالمهم اتفضل. عملتها في الليل ونظفت، وخرجت مني فضلات بكمية كبيرة وريحة حش السامعين يعني غريبة. تمام، ورقدت مستريح. تاني يوم ممكن بعد 10 ساعات، يعني أول ما فقت في الصبح عملتها تاني. لكن بعدها بعد المرة الثانية شن صار لي كمية غازات غريبة. طبعا أنا أكتر إنسان ممكن في العالم نعاني من الغازات. أنا الغازات ما تمام. تطلع لي الغازات تطلع لي تمام. على هيئة تقريعة، حشاك تجشؤ. فلما تمام. تنوض، يعني لما تجيني الحالة بتاع الغازات نخش في نوبة، اللي هي النوبة شنو هي؟ عندي صداع أعلى الراس، صدري يقعد يوجع كله، رقبتي من الخلف، جنبي اليمين، مرات جنبي اليسار. فلما تجيني الحالة هذه نخش في نوبة غريبة. طبعا أنا من ليبيا رحت لتونس، يعني في خلال سنة عملت 4 مناظير. كلهم يقولوا لي عندك جرثومة معدة، عندك قولون عصبي، عندك توسع فم المعدة. أما لكن يعني نعرف، عندي كتير أصحابي عندهم نفس الأعراض هذه. أما لكن ما عندهمش كمية الغازات اللي نطلع فيها هنا، يعني كمية الغازات اللي تطلع مني هنا. لو أنت يعني لو نتلاقوا على أرض الواقع وتشبحني لما عندي الحالة وتشوفني لما عندي الحالة، تقول مستحيل كمية الغازات تطلع منك أنت، يعني كمية كبيرة جدا جدا نعاني منها أنا. تمام. ممكن استعمال الحقنة الشرجية استعملتها غلط، لأن البن اللي استعملته أنا يعني ما كانش بن صافي، كان بن متاع اكسبريس، يعني بتاع قهوة اكسبريسو. هو بص يا اخي، انت تستخدم بن ساده معلوش اي اضافات. دي حاجه. الحاجه الثانيه، وانت قاعد على القعده تفضل تدعك في بطنك وجنبك وظهرك، وتحط ايدك تحت مم. كرشك، وعشان تتخلص من الغازات وتفضي. فاهمني؟ فاهم عليك. بعد ما تخلص بتجيب ليمونه، بتقطعها، تحط عليها معلقه كمون وتغليهم، وبعد ما تغليهم تصفيهم وتحط عليهم معلقه عسل صغيره وتشرب. فاهمني؟ مم. ده للتقريعات بقى والحموضه والحاجات اللي هي بتبقى ايه بعد نظافه القولون. يعني أنا نعاود نستعملها مرة تانية، أما لكن المرة دي نجيب قهوة بن صافي يعني. بن الساده واعمله 3 ايام ورا بعض، وبدل ما تعمل 3 لتر اعمل 6. انا عايزك تتخلص من كل المشاكل دي. عايزك تدعي الله لي يا يكون، اخي. والله العلي العظيم والله. يعني من كتر الغازات صار عندي، عارف انت البطن مرتبطة بالحالة النفسية كتير يعني. فشن صار لي والله من كتر الغازات، ما عادش انا قدرت عارف ان نطلع، انت ما عادش من قدرت كتر نمارس الغازات عملي بقيت عالم ذرات. ايه المشكلة ان الغازات يعني حشاك ما تخرجش عندي عن طريق الريح، تخرج عندي عن طريق التجشؤ.
فلما انا تجيني عارف النوبة هي والله عارف نعاني منها والله. عارف. عارف وبيجي عارف. لك صداع بسيط كده خفيف ساعات، صح؟ ايه ايه اكيد. وعندي حاجة تانية اللي هي شنو هي، يعني تخيل ان انا رقدت الساعة 1 وفقت صليت الفجر، ومن الفجر ما عادش قدرت نرقد، لان من كتر الغازات يعني تقريعة 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 تقريعة. وانا ان من شاء الله النهارده، انا بعت لك على من الخاص النهارده مفيش وعايز احداث رقمك. على دماغي. خش خد رقم، قول لي عندي قناه على اليوتيوب على كلمه لمحه، او ابعت او ابعت لي هنا وانا ايه، انا ضيت عند حضرتك اهو ضيتك، وابعت لي هنا قول لي ابعت لي رقمك وانا ابعته لك، ما بتاخرش عن اي حد. الله يفتح عليك والله يرضى عليك. انا بعت لك هنا على التيك توك باهي، قلت لك انا عايز رقمك، وابعت لي وانا باذن الله نبعت لك فيديو يعني تشوف حالتي كيف على الواتساب. انت بعتالي يعني، انت بعدين قول لي وش اسوي بالضبط يعني. ما انت خلاص من بعد النهارده حتى مش تبعت الفيديو، الموضوع هينتهي، ما تقلقش. يا رب يا رب يا رب. اتفضل يا استاذ محمد، اتفضل. الله يبارك فيك. شكرا 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 شكرا. يا مرحبا. 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 صباح الخير يا دكتور عبد الله. طبعا الخيرات يا مرحبا. طيب يا دكتور عبد الله، لو الشرب ما ينفع يعني؟ لا شرب لا، لانك الشرب على ما المعده تمتصها فيها 6 ساعات، وبعد كده تفضل رايح جاي تقول لي الحمام، يبقى انا كده بعذبك. هي مش طيب تاخد ما معاك تنفع، ربع ساعه. لا ما ما تنفع تنفع. الشرب ها؟ لا لا ما ايوه. تنفع. اتفضل. طيب شكرا. مع السلامه. مرحبا. ابو سما. محدش عايز يتكلم. بقول لا ما تغليش ميه، يا دوبك ميه سخنه بس كده تستحملها، وحط على 3 معالق. مرحبا. عشان الصداع وارتجاع في المخ.